السلام عليكم، عاملين ايه يا جماعة؟ الفيديو ده هيبقى مختلف تماما عن اي فيديو موجود على القناة، لاننا اول مرة نطلع نتكلم بالطريقة دي. فانت لو مهتم بمجال اليوتيوب والافلام القصيرة اكيد الفيديو ده هيبقى فيه افادة ليك، لاننا باختصار بقالنا 5 سنين على اليوتيوب. قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعل زرار الجرس وتعليقك الجميل، ويلا بينا. بقالنا على اليوتيوب 5 سنين وعملنا تقريبا 50 فيلم، وبدأنا بالتجربة العظيمة فيلم حلم الفقير، وكانت دي أول تجربة لينا في كل حاجة، في التصوير، في التمثيل، في الإخراج، في كل حاجة، حتى في كتابة القصة، ولقينا فيها تفاعل كبير، فده اللي شجعنا نكمل. أي حد حابب يبدأ في صناعة المحتوى رقم واحد لازم يكون بيعمل الحاجة دي علشان بيحبها. الحاجة التانية ابدأ باللي معاك، شوف ايه اللي متاح معاك وابدأ بيه، وما توقفش نفسك على نقص معدات وقلة إمكانيات. وطبعا صعب نتكلم عن كل الافلام اللي عملناها على مدار ال5 سنين في فيديو واحد، فاحنا هنختصر لكم التجربة. وطبعا زي ما قلنا كل اللي عملناه على اليوتيوب من اول ما بدأنا 50 فيلم على مدار 5 سنين، فده بالنسبة لليوتيوب سلحفاء، يعني ولا حاجة. وده لان احنا في فترات كبيرة كنا بنغيب فيها عن اليوتيوب، وده السبب الرئيسي اللي موصلناش لرقم كبير. علشان كده انت كصانع محتوى لازم الاستمرارية والالتزام بمواعيد محددة لتنزيل الفيديوهات، وده هيفرق معاك جدا وهيعلي قناتك في وقت أسرع. وطبعا ال5 سنين دول كان فيهم تحديات وصعوبات وتطور في الشغل ما بين كل عمل والتاني، من تصوير وإخراج ومونتاج وتمثيل وكتابة القصة. ومن أفضل وأصعب التجارب اللي عدينا بيها فيلم أسود الغابة، وده كان تحدي كبير لينا وقعدنا نصور فيه 3 شهور، والفيلم السنة دي عدى ال3 مليون مشاهدة على اليوتيوب. 3 مليون يعني خدت كام من اليوتيوب؟ وللأسف الفيديو ده بسبب مطالبة بحقوق ملكية في موسيقى ليه ما بيحققش ربح. اثبت مكانك. اي حركه كده ولا كده هتخسره. انت عايز ايه يا طارق؟ هي الحكايه مش خلصت خلاص؟ خلصت الحكايه، ابتدت واولها موتك يا رجب يا مصر. ومين بقى اللي هيموت ان شاء الله؟ انت؟ انت شايف ايه؟ انا مش شايف اي حاجه. وده يعلمك ان اي حاجة تستخدمها في فيديوهاتك ما يكونش عليها حقوق ملكية، وان شاء الله هنشرح الموضوع ده بالتفصيل في فيديو تاني. الجزء الثاني من أسود الغابة، بالفعل الفيلم ده مكتوب وموجود في الخطة، بس عشان ما اكدبش عليكم تنفيذه صعب حاليا. هي الافلام الطويلة عامة بتطلب مننا كتير جدا، بس هو المشكلة ان الشغل على الافلام الطويلة بياخد مننا وقت كبير جدا. عندنا مثلا فيديو رد فعل، الفيديو ده ظاهر للمشاهد دقيقة واحدة، بس اخد مننا تصوير بس 4 ساعات، ده غير التجهيز والمونتاج وحاجات تانية كتير. انت اتعميت ولا ايه؟ تتعمد ده يا بني ادم، انت بتتكلم باحترام شويه. يا عم ما تمدش ايدك. علشان كده لازم تكون حابب الحاجة اللي بتعملها، وزي ما انتوا شايفين فيلم واحد اخد مننا 3 شهور تصوير. ولو انت ما بتحبش الحاجة اللي بتعملها وما عندكش صبر، صدقني مش هتقدر تكمل. حاولنا أكتر من مرة نلتزم بمواعيد منتظمة لتنزيل الأفلام والفيديوهات، بس للأسف قلة التفاعل والمشاهدات وصلتنا لمرحلة الإحباط. وتخيل إنك تتعب في حاجة من تصوير وإخراج وتمثيل ومونتاج وحتى الفكرة أصلا عشان تجيبها، الموضوع مش سهل، وفي الآخر تنزلها ما تلاقيش اي تفاعل. وللعلم لحد الان احنا اللي بنصرف على الافلام مش هي اللي بتصرف علينا، يعني حرفيا ما خدناش اي حاجة من اليوتيوب لحد الان. وده يخليك ما تحطش في اولوياتك المقابل المادي كهدف اساسي، وخلينا متفقين ان المقابل المادي شيء ضروري ومطلوب، لكن لو خليت ان ده هدف اساسي في البداية فانت هتبطل. ان شاء الله الفترة اللي جاية في شغل مختلف وخطة جديدة اننا ننزل فيديوهين في الاسبوع بدل فيديو واحد، وده هيتنفذ قريب ان شاء الله. لكن عزيزي المشاهد، حط في اعتبارك ان في حاجات انت لازم تعملها زي ما احنا بنتعب وبنعملها. هو حاجات بسيطة، يعني حط لايك، اشترك في القناة، فعل زرار الجرس، التعليق بتاعك الجميل، يعني
قدرنا كده. ويعني لو انت بقى ايه تدخل بقى يعني مثلا تعمل لنا شير ولا تتفرج على الفيديوهات اللي قبل كده اللي قاعده لوحدها دي، والله انت انا كده احبك. وفي معلومه كده صغيره عاوزكم تعرفوها، وهي ان اللي بيصور وبيخرج وبيمنتج وبيكتب 70% من الحاجات اللي بنعملها هو علي خطاب.